تقرأ أنت القرآن شوية تحفظ؟ وش مصورك واسع؟ القصص. الله يبارك، يعني متجاوز هذه الصورة وحفظت الشيخ غلط. ولو يواخذ الله الناس حفظتها له غلط ولا قريتها غلط، راك حافظها غلط. شفت؟ وما لو كان ندير لك اختبار كيفاش؟ نديروا اختبار. مستعد؟ ماكش مستعد. لازم تكون مستعد في كل وقت وآن. راجع يا وليدي راجع بصراحة ما شاء الله. أو ما كذب عليا ما والو. راك تقرا هنا في المدرسة؟ في المدرسة هنا وين؟ في أحمد بن جلول. وين؟ في أحمد بن جلول في سيدي سليمان. الله يبارك. تحت المسجد العربي بن جلول عند من؟ الشيخ اللي يقرأ. الشيخ عدلان. عدلان. ما نعرفوش لا عدلان اللي كان هنا نعرفه ولا آخر. معليش. المهم معليش تصحح التلاوة تاعك. قل لي كيفاش تقرأ فإذا جاء أجل؟ كيف قريتها للشيخ؟ نسيت. كيفاش تنسى؟ الماكلة ما تنساهاش واللعب ما تنساش، وكيفاش تنسى القرآن؟ هذه عندنا قاعدة هنا يا وليدي، انظر جيدا. عندنا همزتين مفتوحتان أو مفتوحتين باش يكون الكلام متناسق. الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. ورش ماذا يعمل في الثانية؟ قاري آخر سورة المنافقون، أقرأها لي تشوف الآية الأخيرة. ما كاش اللي يتكلم. ما أقرأ لي الآية الأخيرة من السورة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هذيك أجلها كيف قريتها؟ أجلها بهذه الكيفية غلطة. إما هو ورالك وأنت ما شفيتش ما شديتش في دماغك. نمد لها إما مدا طبيعيا أو نسهل الهمزة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هذا التسهيل مد طبيعي أو التسهيل جاء أجلها. هنا نفس الشيء. فإذا جاء أجلهم مد لها حركتين. شكون يقول لي علاش؟ متحرك. هذه راك تسمع. واسمك أنت؟ عبد الحميد. عبد الحميد. اسمك شباب ما شاء الله، اسماء الله الحسنى. إما تمد لها مدا طبيعيا لأن بعدها متحرك أي الهمزة الثانية، أو تسهلها. صح تسد لها هنايا مش نقولها لك تنساها. مرة أنا نشفع للواحد تجي المرة الجاية وتغلط نفس الغلط وعاقبوك عقابا يسيرا. احنا ما نعاقبوش على كل حال، أنا أمزح فقط. أعد قراءتها. فإذا جاء أجلهم. فإذا جاء أجلهم. مدها شوية. مدها الهمزة شوف كي تمد المد تاع الجيم